اهم حاجه لازم نعرفها عشان نوزن نفسنا صح في البيت ان احنا لا نغير مكان الميزان ولا نغير الميزان نفسه، عشان في فروق هيحصل في القرايه لو غيرنا مكانه او نوعه. انسب ميعاد للوزن هو الصبح مش بالليل، لان وزنك الصبح اقل من وزنك بالليل حتى لو ما اكلتش حاجه طول اليوم، ويا ريت يكون بعد دخول الحمام الصبح وباقل هدوم ممكنه. ولو طلعت ونزلت على الميزان ولقيت القرايه اختلفت يبقى اطلع كمان مره 3 مرات يعني، وخد المتوسط بينهم. الميزان مهم لينا جدا كمقياس خلال رحله نزول الوزن، لكن ساعات الميزان بيكون خادع، يعني ممكن تكون خاسس بس ميزانك قايل غير كده. امتى الكلام ده بيحصل؟ لو عندك امساك، او لو الجسم حوش ميه، او لو بتلعب رياضه ايا كان نوعها. وبالنسبه للبنات الدوره ساعات بتثبت الميزان شويه. وهنا تيجي اهميه الهدوم او المزوره، يعني لو هدومك وسعت يبقى انت كده خسيت حتى لو ميزانك قايل غير كده، عشان الميزان بيقيس كل حاجه انما الهدوم بتقيس مقاس محيط. بلاش نوزن بالليل واحنا متعودين نوزن الصبح، وبلاش نوزن بعد الاكل ولا بعد الجيم او الرياضه عموما، وبلاش طبعا نوزن بعد اليوم الفري لان كلنا هنزعل من الرقم اللي هنشوفه. واكبر غلطه على الاطلاق ان احنا نوزن نفسنا كل يوم وكل شويه خلال اسبوع الدايت بتاعنا. ده كده غلط، لان ساعات الجسم بيخس اخر يوم او يومين بس، فمش هيلومنا غير الاحباط. بالنسبه للناس اللي عايزه تخسس دهن وخصوصا دهون الاحشاء او تبني عضل او تحافظ عليه، مش هينفعها الميزان العادي، لازم تعمل حاجه اسمها انبادي، لان ده بيفصص الجسم اكتر. انسب ميعاد في رمضان هو بعد صلاه الظهر، عشان لو وزننا قبل المغرب هيكون جسمنا في حاله جفاف شديده، فالوزن هيكون اقل من الوزن الحقيقي، وبعد الفطار الوزن هيكون زياده طبعا. ختاما عايزه اقول ان الميزان مهم بس مش اهم حاجه، لان زي ما انتم شايفين له اخطاء، فبلاش يكون مصدر احباط لينا، ونكمل في مشوار الدايت بتاعنا طالما في علامات بتقول ان احنا خاسين.